والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. بنجدد الترحيب بيكم على قناة أبرار التعليمية. مواد تجارية معاكم محاسبة هبة فتحي. هنكمل الجزء الأخير في مراجعة الدعاية والإعلان الصف الثاني التجاري ترم تاني، فتابعوني. يلا بينا نكمل الجزء الأخير. نيجي تكلم عن أهم الطرق التي تدفع المستهلك لشراء السلعة أو إلى تحقيق الإشباع. اول حاجه تكرار الاعلان. طبعا افتح التلفزيون حضرتك كده وهتلاقي اعلانات في شهر رمضان ده، ما شاء الله كل سنه وانتم طيبين. هتلاقوا الاعلان بتتكرر كتير قوي قبل الفجر وبعد الفجر وفي الفطار وفي السحور وفي الظهر وفي كل الوقت، علشان احاول اقنع المستهلك بشراء السلعه. تاني حاجة إعطاء المستهلك الأسباب والحجج المبررة لاستخدام السلعة دي بالذات. إغراء المستهلك بزيارة أماكن وجود السلعة. والنقطة اللي من بعد كده تقديم التسهيلات عند الشراء السلعة. دي الطرق بتدفع المستهلك وبتجبره على الشراء. هنتكلم دلوقتي عن وسيلة من وسائل توزيع الحملة الإعلانية، وهي الإعلان بالجرايد الرسمية. طبعا ليها مزايا وليها عيوب. سرعة نقل الرسالة الإعلانية. طبعا تعتبر الجرايد الأكثر انتشارا وأقل تكلفة. سهولة الإعلان بالجريدة. تلقي القبول من جميع أفراد المجتمع. الاحتفاظ بالمعلومات والقابلية للتصديق. طبعا عيوب الإعلان بالجرايد: طبعا البلد انتشار الأمية، يحول دون مخاطبة عدد كبير، وقصر عمر الصحيفة، وعدم استخدام عوامل الجذب، ونوعية الورق المستخدمة لا تساعد على الابتكار. تمام، دي كانت مزايا وعيوب استخدام الجرايد. والإعلان عن طريق التلفزيون. طبعا عيوب استخدام التلفزيون في الإعلان: زيادة التكاليف، عدم وصول الإرسال لبعض المناطق. مزايا الإعلان بالسينما: زيادة اهتمام المشاهد وتركيزه، واستخدام عناصر الجذب. طبعا عيوب الإعلان بالسينما: عرض الإعلانات قبل العرض أو أثناء الاستراحة، وانتشار الإعلانات وتغطية تغطية الحملة. مزايا الإعلانات بالطرق: وسيلة واسعة الانتشار، وانخفاض التكلفة والتسجيل، وسهولة عرضها. عيوب الإعلانات بالطرق: قصور عرض الإعلان على الجمهور، وعدم فهم المستهلك غير المتعلم لمحتوى الإعلان، واحتياج لوحات لصيانة مستمرة. في بعد كده الإعلان عن طريق إنترنت، بيهدف إلى توفير كافة المعلومات عن السلع والخدمات، والوصول بالعملاء بأماكن خارج الدولة. المزايا بتاعته: استدعاء الإعلان برغبة المشاهد، وسهولة الاتصال وتبادل المعلومات، والمرونة، وإمكانية التحديث والتعديل باستمرار، وإمكانية البيع المباشر. أدي أربعهم. عيوب الإعلان على شبكة الإنترنت: استخدام النت والحاسب الآلي. طبعا بيخلي مش كل الناس عندها نت، وازدحام شبكات الويب، ووجود إعلانات خادعة وإعلانات نصب كتيرة قوي. مزايا الإعلان بالتلفزيون: الجمع بين الصوت والصورة، الوصول لأكبر عدد ممكن من المستهلكين، واستخدام الحيل التصويرية والخداع. ومزايا الإعلان بالإذاعة الراديو: انخفاض التكلفة، أو ممكن أستخدم كمان عدة لغات، والتعامل مع قطاعات مختلفة، واستخدام مؤثرات الصوت. ده كانت المراجعة النهائية في مادة دعاية وإعلان للصف الثاني من التعليم التجاري، ترم تاني. اشوفكم على خير في شرح فيديو جديد من فيديوهات قناة ابرار التعليمية. كنت سعيدة اوي بالتواصل معاكم في شرح مادة دعاية واعلان. كان معاكم محاسبة هبة فتحي، مدرسة زهرة التجارية في المنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.